السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وراحة بال. غايبة عنكم بقالي كام يوم، مرضتش ارجع كده باي فيديو خلاص. فيديو النهاردة يعتبر بودع فيه الشهر الكريم، والايام الجاية الفيديوهات مختلفة تماما. الروتينات القوية بقى اللي احنا عارفينها دي اللي بتكون قبل العيد. فقلت لا، قبل بقى ما ندخل على المعركة دي لازم يوم كده نروق على نفسنا فيه. هقول لكم بقى عملت ايه بالتفصيل. بس قبل بقى ما ندخل في الفيديو عايزين نصلي على الرسول زي ما متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسمي بالله ونبدأ الفيديو مع بعض. بصوا هنا يا بنات، تقريبا كده انا فرمت كيلو من البصل. حطيت البصل كله، ما سبتش بس غير بصلايه واحده في الطبق اللي انتوا شفتوه ده، وباقي البصل كله حطيته في الحله. البصل اللي محطوط في الحلة ده حطيت عليه كيلو من اللحمة المفروم، والبصلاية اللي انا حطيتها في الطبق دي عشان تتبيلة الفراخ. قلت كده افرم البصل كله اللي انا محتاجاه مرة واحدة، وطالما هستخدمه على طول مش هيقعد، بدل ما افرم شوية للحمة وبعد كده ارجع افرم شوية تاني للفراخ، وبعدين كمان انا عاوزة التتبيلة تتنقع كده من قبلها بشوية. بصوا انتوا عارفين اي حاجة بتسهل عليا وقفة المطبخ مش بتردد ان انا اعملها. مش عايزة اقضي وقت كبير قوي في المطبخ لما بعمل كذا حاجة في نفس الوقت. طبعا ده بيوفر عليا وقت ومجهود. ما حطيتش للحمة المفرومة اي مادة دهنية ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. اللحمة هي فيها نسبة دهون فهتسوي نفسها. حطيت بقى حلة على النار تغلي وحطيت فيها المكرونة. بص بقى، بمناسبة ان انا بحب اعمل كده كذا حاجة في وقت واحد زي ما قلتلكوا، هنا انا فرمت فلفل ليه بقى وحطيته في الحلة كده لوحده. مستنية اللحمة المفرومة تكون 3/4 سوا كده، وهاخد جزء منها ده اللي هعمل بيه الجلاش. النهارده انا هعمل كذا صنف ان شاء الله علشان هنفطر بره، وهاخدكم معايا في الخروجه دي. طيب ليه بقى انا قسمت اللحمه كده او اخدت جزء منها؟ الجزء اللي هو فيه الفلفل ده انا هعمله جلاش، يعني الخلطه دي هتكون خلطه الجلاش. والجزء التاني اللي هو يعتبر الاكتريه ده انا هعمل بيه مكرونه بالبشاميل، علشان انا بحب احط طماطمايه كده في الاخر بفرمها في الكبه وبحطها مع اللحمه المفرومه. فبحس اكتر ان الفلفل بيليق مع الجلاش، يعني بياخد سكه الجلاش والسمبوسه والحاجات دي. والطماطمايه انا بحطها مع اللحمه علشان المكرونه. وقبل ما بقسم تقسيمة الفلفل والطماطم دي، طبعا بكون حاطة الملح والفلفل الاسود ورشة من جوزة الطيب او البديل بتاعها كبابة صيني، السبع بهارات وقرفة ورشة من الجنزبيل، وممكن ورق لورا وحبهان مجروشين. والحلتين بقى برفعهم على النار يكملوا سواهم براحتهم خالص. وطبعا ايدي بتبقى في اللحمة على طول عشان ما تتلسعش. على العين التانية بقى عملت البشاميل زي ما قلتلكوا، انا عايزة انجز في المطبخ، مش لسه بقى هستنى حاجة تستوي واقعد بقى استناها، برغم ان انا العيون اصلا بتاعه البوتاجاز عندي بتتفتح بصعوبة جدا. مش عارفة، هو نظام القسط الامان ده متعب جدا. طبعا كل اللي عنده البوتاجاز النوع ده اكيد فاهم انا بحكي في ايه. العيون بتاعه البوتاجاز مش بتشتغل بسهولة، لازم تفضلي دايسة عليها شوية كتار كده، وبرضه ممكن تفصل منك وما تفتحش. استنيها بقى لحد ما تفتح، يعني افضلي بقى كرري كده الموضوع ده لحد ما العين كده تستقر وتفضل شغالة. فالمفروض بقى ان انا ايأس وكده واشتغل بقى على العين اللي هي بتبقى شغالة معايا دايما. يعني انا عندي عين كده الحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمة وما تفضلش بقى زي بقية العيون. دي اللي مش بتفصل بقى، يعني اول ما بفتحها كده بتشتغل معايا على طول. فانا جربت قبل كده ان انا اشتغل عليها هي بس لوحدها، من باب ان انا مش عايزه اضيع وقت علشان العيون بتاخد معايا وقت في فتحها. فطبعا لقيت ان انا بضيع وقت اكتر بكتير جدا علشان بشتغل على عين واحده بس. فلا، مش مشكلة ابدا ال5 دقايق ولا ال10 دقايق حتى اللي انا بجرب افتح فيهم العيون، احسن بكتير بان انا اتعطل بالساعات يعني. المهم بقى الصواني دي يا بنات بتبقى حلوة جدا لو هتنزلي مثلا مكان بره البيت، بتحفظ درجة الحرارة فترة. يعني ممكن مثلا تسافري كمان وانتي حاطة اكلك في الصواني دي، هتفضل محتفظة بدرجة الحرارة ومش هتبرد لفترة طويلة. افضل من ان انا اسوي عادي في الصواني العادية واقطعها بقى واحطها في علب والكلام ده. وكمان لو هتعملي كمية
مش هيبقى احسن حاجة موضوع العلب ده، لان انت هتحطي كده علب كتيرة وهيبقى الموضوع زحمة برضو. فانا هنا يعتبر هعمل كذا صينية كمية برضو، علشان نازلين مع اهلنا مش انا وجوزي بس. فطبعا موضوع العلب ده مش هيبقى حلو خالص. فقلت لا، الافضل ان انا اسويها في الصواني الفويل واخدها برضو زي ما هي. انا عملت 3 اصناف يا بنات: مكرونة بالبشاميل ونجريسكو وجلاش. هقول لكم بقى البشاميل بتاعي بعمله ازاي، وبجد بيطلع تحفة، وبيبقى يعني جوسي كده. مش هقول لكم خفيف، لا مش خفيف قوي ومش تقيل برضو. يعني هقول لكم برضو المقادير بالظبط بحيث ان هو يطلع معاكم زي ما قال الكتاب. بحط 4 معالق من المعالق اللي احنا بناكل بيها من الدقيق، وزيهم 4 معالق من السمنة، واديهم تقليبة كده على النار. بنزل عليهم بكيلو من اللبن، وزي ما انتوا شفتوا كده حطيت برضو مية سلق المكرونة، وممكن تحطي شوربة برضو، وملح وفلفل اسود ورشة من الجوز الطيب. دول اساسي معايا. ممكن بقى تحطي مكعب من المرق بيديها برضو طعم اكتر. بقلب الصوص كله كده في المكرونة، وبرصها طبقة مكرونة مع الصوص، والطبقة التانية بتاعة اللحمة، وطبقة برضو تاني من المكرونة والصوص. واهم حاجة الوش برضو يتغطى كويس جدا. ما نعتمدش على الصوص اللي احنا قلبناه في المكرونة وبس، لا، لازم تغطي وشها كله كده بصوص البشاميل، علشان لو حتة بس صغيرة بينت من المكرونة بتتحرق. فلازم اتأكد كويس جدا ان مفيش اي فتفوتة من المكرونة باينة معايا. وخليتها كده على جنب، ما سويتهاش دلوقتي، انا هسويها برضو مع النجرسكو بحيث ان هما يدخلوا بقى يستووا مع بعض. قطعت فلفل الوان جوليان كده، والفراخ بقى اللي انا كنت متبلاها بالبصل والتوابل مش اكتر من كده، كاري وبابريكا وملح وفلفل اسود، ومعلقة من الكاتشب او بديلها معلقة من الصلصة. سبتهم كده يتشوحوا مع بعض على النار، الفلفل والفراخ، لحد بقى ما انا اشوف ميكس الجبن اللي انا هحطه. كان عندي شوية صغيرين كده في الكيس، كان ميكس جبن تشيدر على موتزاريلا. فقلت هحط عليهم برضو جبنة رومي. الجبنة الرومي بتبقى ليها طعم بصراحة تحفة قوي، خصوصا بقى مع المكرونات والحاجات دي. السنة الحادقة اللي بتبقى في الجبنة الرومي دي بحبها اكتر من اي نوع جبنة تاني. بصوا بقى يا بنات، صوص البشاميل ده انا كنت مضاعفة الكمية، اخدت جزء للمكرونة والجزء التاني للنجريسكو. سبت الجزء اللي هو للمكرونة البشاميل ده ابيض زي ما هو، والجزء التاني اللي انا هعمله للنجريسكو ده حطيت له معلقتين كده كبار من الكاتشب، علشان تبقى المكرونة بالبينك صوص كتغيير، يعني علشان ما بقاش عملت الصينيتين شبه بعض. وفي قلب الصوص حطيت كده شوية من الجبنة اللي احنا كنا مقطعينها مع بعض، مش كلها، هو بس جزء اخدته علشان في الجزء التاني ده انا هحطه على الوش. وقلبت كده المكرونة كلها في الصوص. الاضاءة مخلية لون الصوص فاتح. هنزل بقى عليهم بالفراخ. نسيت اقول لكم ان انا حطيت لها زيتون كمان، بس في الاخر خالص، يعني بعد ما الفراخ استوت هي والفلفل وطفيت عليها، وفي الاخر خالص ضفت لها زيتون مخلي. قلبت بقى كل ده مع المكرونة. مش هعملها طبقات زي ما عملت في اللي هي باللحمة. بحس ان احنا ممكن نحط اي تاتشات في اي حاجة تاني غير المكرونة بالبشاميل اللي احنا متعودين عليها. يعني المكرونة التقليدية دي لا، انا بحب ان انا اعملها كده زي ما هي، زي ما امهاتنا كده كانوا بيعملوها، وزي ما احنا طلعنا اتربينا عليها. ما بحبش اي تغيير فيها، ولا جبن بقى تتحط ولا كل الكلام ده. يعني افنن بقى والعب براحتي لما اعمل اي نوع تاني من المكرونة، نجريسكو، الفريدو، اي نوع باستا، مش مشكلة خالص اخترع فيها. انما المكرونة بالبشاميل اللي هي باللحمة المفرومة بحب اعملها زي ما احنا متعودين عليها. وشوية الصوص اللي زادوا برضو انا كنت مخلية شوية على جنب برضو، علشان وشها كله اغطيه بيها، وفي الاخر بقى رشة الجبنة دي. دخلت بقى الصينيتين الفرن، هقعدهم بس كده في الفرن حوالي 10 دقايق، مش كتير، هي كل حاجة فيها مستوية. انا بس عايزاها اللي هو تمسك كده وتبقى مظبوطة. بعد 10 دقايق هفتح الشواية تاخد كده وش جراتين كده من فوق وخلاص. اللي وصل بقى معايا لحد الدقيقة دي من الفيديو يعمل لايك وما ينساش الاشتراك.
انا بنسى اقول لكم، وكمان يعني ممكن الفيديو كله يعدي من غير ما اقول لكم. بصوا لحد الدقيقه كام نسيت اقول لكم اعملوا لايك واعملوا اشتراك، طبعا فضلا منكم. الصينيه التالتة دي بقى الجلاش. بحط ورقه من الجلاش وبدهنها سمنه. بصوا انا بطبقها، يعني في العادي لما بعمل الصينيه في الصواني اللي هي العاديه مش الصواني دي، بلم الاطراف كده كلها مره واحده لتحت بس. فبما ان بقى الورق الفويل ده بيبقى خفيف برضو مش زي الصواني بتاعتنا، بيتني بسهولة وممكن كمان يعني يتخرم ويبوظ. فقلت لا اخليها ان انا اتنيها كده كل ورقة، اتنيها بمقاس الصينية نفسه، يعني مش هستنى لحد ما اخلص الورق كله واتني كله مرة واحدة لتحت زي ما بعمل في الصواني بتاعتي. زي ما قلت لكم مش ضامنة ان انا اقدر اتملك منها. بصوا بقى يا بنات، لما تيجي تختاروا الجلاش اختاروا الناس اللي بتبيع جلاش بلدي مش جلاش الشركات. بجد دي نصيحة كده مني ليكوا، بعد تجارب انواع كتيرة جدا من جلاش الشركات وبيطلع مش حلو، بيطلع متقطع، الورق بتاعه مش طازة اكتر حاجة، وكمان عدد الورق قليل جدا. ضيفوا بقى على كل ده ان الطعم كمان بالنسبة لي مش احسن حاجة. فبصراحة بقيت اجرب بقى الجلاش البلدي ده من عند كذا حد مش حد معين، لقيت ان لا في فرق كبير جدا بجد. الجلاش حلو قوي، طعم ورقة الجلاش نفسها مظبوط. فما بقيتش اجيب بصراحة غير الجلاش البلدي. حطيت بقى نص الورق اللي موجود في اللفة في الأرضية، وما بين كل ورقة وورقة دهنت السمنة وطبقتها زي ما وريتكم. وبعد كده حطيت اللحمة، وباقي ورق الجلاش برضو حطيته من فوق، وقطعتها بقى للعدد اللي انا عاوزاه بالمقاس اللي انا عاوزاه، دي في ايدينا عادي. وهدخلها بس الفرن يعني 5 دقايق كده تتشمع شوية، وهطلعها بقى اديها الخليط بتاعنا اللي هو بيضة عليها كوباية من اللبن ورشة ملح وفلفل اسود. بحس لما بعمل كده يعني بخليه يدخل الاول الفرن كده يتشمع شوية وبعد كده اضيف له البيضة واللبن، بحس ان هو افضل من ان انا بدخل البيضة واللبن معاه من اول مرة يعني. بحس انه كده بياخد لون اكتر، يعني بيبقى لونه جولد اكتر. واهم حاجة ان هو يتقطع قبل ما يدخل الفرن، علشان لو نسيته ولا حاجة، يعني كانت بتحصل معايا كتير بصراحة ان انا ممكن انسى وبلحق نفسي كده على اخر لحظة. بقطعه قبل ما يدخل الفرن علشان لو دخل الفرن على نفس الشكل اللي هيطلع عليه هيبقى صعب ان انتي تقطعيه، هيبقى خلاص بقى يعني مسك نفسه كده وكل ويتكسر ويتفتفت لو جيتي قطعتيه. نصيحة بقى من اختكم، حابة بقى اتكلم معاكم في النصيحة دي. كل سنة بصراحة بقع في فخ كده، فحبيت بقى السنة دي بقى ان انا اعمل ستوب كده مع نفسي واقول لأ مش هقع في الفخ ده تاني. كل سنة في العشر الاواخر من رمضان اللي هما بيكونوا افضل ايام في السنة كلها، بعمل ايه بقى؟ بنزل بقى اجيب لبس للولاد، بنظف تنظيفات عميقة للشقة وسكين كير ليا بقى. بصوا مش قادرة اقول لكم كل حاجة في الدنيا محتاجة ان هي تتظبط بظبطها. وباجي بقى عند العبادات مش قادره اقول لكم، حاسه بقى ان انا بيجي عليا في اخر اليوم خلاص انا ولا قادره اصلي صلاه تهجد، ولا قادره اصلي قيام ليل، ولا قادره اقرا قران، ولا قادره اعمل اي حاجه خالص، مش بنفس الحماس اللي انا كنت بكون موجوده فيه في اول رمضان يعني. فطبعا دي بالنسبه لي كانت بتاثر شويه كده على نفسيتي، اللي هو طب انا يعني باجي في الاخر وما ببقاش قادره كده، طب ليه؟ وكل ما اقول بكره انا هبدأ في اللي انا عاوزه اعمله كعبادات بقى مع ربنا، الاقي برضو نفسي ان انا طب نسيت مش عارفه توكل للبنت هنزل اجيبها، طب مش عارفه فاضل لي بس حاجات بسيطه كده للعيد وهخلصها. فبلاقي نفسي برضو ان انا في دوامه كده وفي دايره مقفوله مش عارفه اخرج منها. فالسنه دي بقى قلت لا مش هينفع الكلام ده خالص، عزمت النيه كده من قبل ما رمضان ما يجي، وقلت لازم اخلص كل حاجه ورايا من قبل ما رمضان ما يبدأ. التنظيفات العميقة للبيت عملتها معاكم قبل رمضان، اي لبس اي حاجة محتاجة تتجاب ليا او للبنات خلاص انا جبتها برضو، علشان ما اضيعش مني العشر الاواخر في شهر رمضان. فضل العشر الاواخر عند ربنا كبير قوي، عاوزين كده بقى نتحمس ونشجع بعض ونستغل كل دقيقة فاضلة من الشهر. عايزين بقى نكثف دعاء ونكثف صلوات، مش بس في الايام الوترية، لا في كل الايام. الشهر كله بركة كله رحمة كله مغفرة، واللي ملحقش بقى من اول الشهر يبدأ من دلوقتي، لسه معانا وقت، وربنا يا رب يجعلنا مستجابين الدعاء ويبلغنا ليلة القدر.
بصوا بقى يا بنات، انا حطيت الاكل والعصاير في الشنطة دي. الشنطة دي حلوة جدا، بتحفظ الحرارة. كنت جايباها من السنة اللي فاتت، وعايزة اقول لكم حلوة وبتعيش، يعني مش بتتقطع ولا بيحصل لها اي حاجة خالص. فيها طبطنتين، الطبطينة الاولانية دي عاملة زي الفايبر كده، والتانية زي ورق السلوفان او الألمونيا. حاسة ان الحاجتين دول مع بعض بيبقوا يعني بيكملوا بعض كده، بيساعدوا ان هما يحفظوا درجة الحرارة. الماتيريال بتاعتها حلوة قوي، فلو صادفتوها هاتوها بجد، مش هتندموا ابدا، هتنفعكم بقى في رحلات زي كده. الصيف كمان داخل علينا، روحتي بحر بقى، روحتي اي مكان، تاخدي اكلك معاكي، الاكل هيفضل درجة الحرارة بتاعته محفوظة، سواء بقى ساقع او سخن. عاوزه اقول لكم ان انا ابتديت اصلا اعمل الاكل ده من الصبح بدري جدا، ومخلصه يعني يا دوبك كده. احنا مش عارفه اصلا احنا لحقنا ازاي ان احنا ننزل من البيت، نازلين بجد قبل الاذان بحاجات بسيطه. وعماله اقول لكم بقى النظام، واهم حاجه ان احنا نرتب الحاجه من قبلها والكلام ده كله. بجد لا، ممكن كده الموضوع يخرج من ايدينا ويخرج عن السيطره خالص. والاذان اذن علينا في الطريق، وفطرنا في العربيه. يعني بجد بقى الواحد كان محتاج قوي ان هو يغير جو باليوم اللطيف ده، الحمد لله. كده بقى انا زي ما قلت لكم، انا عملت كل حاجة عاوزة اعملها. فالايام بقى الجاية ان شاء الله ممكن كده اكون مش موجودة معاكم باستمرار. مش عاوزة امسك الموبايل بقى واضيع الوقت بصراحة على الموبايل، سواء بقى الشغل او اي حاجة تاني. يعني اكيد مش هيبقى احسن ولا افضل من ان ربنا يبلغنا ليلة القدر. عاوزاكوا انتوا كمان تعملوا كده، وما تضيعوش وقت على الموبايل خالص، لان الموبايل بجد بيسحب مننا الوقت بطريقة صعبة جدا. حبيت كده ان انا اشارككم برضو معايا، كأنكم خرجتوا معايا بالظبط، واوريكوا كورنيش بلدنا وشوارع بلدنا. كان يوم لطيف بصراحة، واتبسطنا كلنا الحمد لله. هنا بقى بعد ما روحنا كان قبل السحور بشوية كده، قلت الحق بقى اشرب كوباية مانجا بالصوبيا. حلو قوي الاختراع ده. فيديو النهارده كده خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.